ألف ألف مبروك يا أبو جونيور على تجديد عقدك مع النصر. تعيش كده وتجدد لحد سنة 2050 يا دون يا ابن الدون. حبيب قلبي يا ابو ادم، تسلم لي يا باشا. وبعدين يدينا ويديك طولة العمر. مين يعيش لحد سنة 2050؟ ده الواحد اهو لسه يا دوبك عنده 40 سنة وحاسس ان صحتي في النازل وبكح تراب. ما تقولش كده بس يا عم كريستيانو، ده انت بسم الله ما شاء الله عليك، عندك شوية عضلات في ايدك ورجليك تدور ساقية. بس الصراحة الصور اللي انت مصورها وانت بتجدد العقد مع النصر حاجة كده من الخيال. ودي فين على كده، في المالديف ولا في الساحل؟ ولا مالديف ولا ساحل، ده عندي في الجنينة بتاعت البيت. هي ناقصة فرهدة وسفر يا عم. وبعدين الزفتة جورجينيا مراتي لازقالي، ولو كنت سافرت في أي حتة كانت هتشبط فيا هي والعيال لما كرهوا الواحد في حياته. ومخلفة لي قرطة عيال مش عارف هصرف عليهم ازاي دول. يا سيدي ربنا يخليهم لك. وبعدين ده انت واخد في العقد الجديد مع النصر 250 مليون يورو في السنة. يعني مش تصرف على جورجينيا وعيالها بس، ده انت تصرف على البرتغال ومصر وعلى المقيمين خارجها، مراعاة محفظة كريستيانو وخزنته. منهم لله بتوع النصر دول. فضلت اقول لهم ما تعلنوش عن الصفقة ولا عن الفلوس ولا عن المميزات التانية، لان الحاجات دي بتتنظر. ما سمعوش كلامي. وبالذات جورجينيا دي ما كنتش عايزها تعرف. دي بتقولي دلوقتي عايزة تغير المؤخر اللي في القايمة وتخليه بدل 50 مليون 100 مليون. يا عم اديها اللي هي عايزاه، انا مش عارف انت هتودي الفلوس دي كلها فين. ده انت لو ولعت فيها النار مش هتخلص. خلاص يا عم شيكة، بدل ما الواحد يولع وهو واقف مكانه. وبعدين من كتر قر ونق الناس عليا، اهو الواد جونيور ابني بقى مدمن وبيشرب شابو، وكل يوم يسرق من الخزنة بتاعتي 200 ألف يورو ويروح يشتري بهم الزفت ده، ويرجع كل يوم وش الصبح ويخلع الحزام بتاعه وهاتك يا ضرب فيا وفي جورجينيا واخواته لما مورينا الويل. لا حول الله. صحيح، المال السايب يخلي الواد جونيور عن الوعي غايب. يا عم الحمد لله على الفقر والصحة. ده انا الواد ادم ابني كل يوم يروح يصلي في الجامع ويجي يبوس على ايدي، واجي اديه المصروف بتاعه يقول لي لا يابا مستورة والحمد لله. يا بختك به يا شيكة. خلي بالك الواد ده هيطلع لعيب جامد، بس وديه النادي الاهلي. المهم، قال له هو انت صحيح هتلعب سنة كمان مع الزمالك ولا ده اشاعة ولا ايه بالظبط؟ وطبعا يا سيدي هيدوك هبرة فلوس حلوة لو لعبت السنة دي. الصراحة هما ما كانوش عايزين نلعب تاني، وقالوا لي كفاية عليك كده. بس انا حلفت عليهم بالطلاق وقلت لهم هقلع لكم ملط جوه النادي لو مشيتوني، فالصراحة وافقوا يعني. وبعدين فلوس ايه اللي هيدوها لي يا صاحبي؟ ده انا دافع فلوس من جيبي علشان العب السنة دي. ايه اللي بتقوله ده يا شيكة؟ تدفع فلوس من جيبك علشان تلعب في الزمالك؟ يا ابني ده انت اسطورة. ده انت اللي زيك في اوروبا بيتحايلوا عليه علشان يلعب. طب وايه اللي خلاك وافقت على الكلام ده؟ يا صاحبي بدل قعدة البيت قلت اتسلى، وبعدين يمكن ربنا يكرمنا في الزمالك ببطولة ولا حاجة زي بطولة الكاس كده والواحد يختم بيها. ربنا يوفقك يا صاحبي. بقول لك ايه، معكش تيشيرت تاني زي اللي اديتهولي ساعة مباراة الزمالك والنصر؟ لا يا صاحبي للأسف والله، آخر تيشيرت الواد كليان امبابي رن عليا وبعتهوله من شهرين كده.